وعندما نتحدث عن مصر العسكرية وما قامت به خلال الفترة الماضية في مصر، فهذا جهد مشكور وجهد يعني ربما المقام والمقال لا يوفينا الوقت ولا يسعفنا الوقت الكافي لكي نشيد بهذه الإنجازات. ولعل من ثمرة هذه الحيازة التام لإرادة الشعب في 30 يونيو. 30 يونيو الشعب انتفض من كبوة ومن غفوة ومن نعاس عميق كانت ستؤدي بنا إلى نفق مظلم. نحن صرنا الفترة الماضية مصر كانت مستهدفة، مصر كانت مستباحة، مصر كانت معروضة للبيع في سوق النخاسة، هكذا أرادهم الإخوان كما يدعون وهم ليسوا الإخوان. ولكن عندما أرادت الجماهير أن تغير هذه المنظومة الفاسدة وهذه الفاشية الدينية الفاسدة، هنا تدخل الجيش أو القوات المسلحة انحيازا لرغبة الشعب، وليس كما يدعي كثير أن هذا انقلاب.